أخين اتجوزوا في يوم واحد، وبعد فرحهم ودخلتهم حصلت حاجة محدش يتخيلها. الأخين عملوا حاجة فظيعة في أمهم وبمساعدة مراتاتهم. تعالوا بينا نشوف ايه اللي عملوه في أمهم، بس تعالوا بينا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات. تبدأ الحكاية بالأم من أيام لما كانت في بيت أبوها وأمها. من وهي صغيرة كانت بتتحلى بكل الصفات الجميلة والحميدة، وكانت محبوبة من أي حد، وكانت عايشة مع والدها بعد وفاة أمها. وحتى لما كبرت فضلت قاعدة مع والدها، وكان بيتردد على بيتهم عرسان كتير وخطاب كتير، ولكن كانت البنت دايما ترفض، اللي هي الأم كانت دايما بترفض كل العرسان اللي بتقدموا لها. وإلحاح شديد من الأب إن هي عشان خاطر تتجوز وتشوف حياتها ومستقبلها ويفرح بيها، لكن هي كانت دايما تقوله يا بابا أنا مش هينفع أتجوز واسيبك لوحدك، مين هيطبخ لك ومين هياخد باله منك ومين هيراعيك غيري بعد ما اتجوز. ولكن طبعا كان الأب بيزعل طبعا، وفضل طبعا العرسان بتتقدم كتير. لكن لما زاد الموضوع كمان، لما الأب بدأ يكبر وبدأت صحته تتدهور، فضل يلح على بنته ان هي تتجوز، وان هو يقول لها ان دي امنيته الوحيده، ان هو نفسه يجوزها قبل ما يموت عشان يطمن عليها، لان لو مات وهو سايبها لوحدها من غير اخ ولا اخت ولا ام هيحس ان هو سايبها وحيده ومش هيبقى مستريح. بعد الحاح والدها هنا قررت ان هي توافق، بس قالت له يا والدي على شرط ان اللي هيتقدم لي لازم هعرض عليه شرطي، وان انا كل يوم اجي اشوف طلباتك واجي ازورك واشوف انت محتاج ايه واعملهولك يوميا. الاب عشان يريح نفسه وافق على طلبها وقال لها اللي تشوفيه يا بنتي. وفعلا اتقدم في الوقت ده شاب كويس جدا وكان خلوق جدا برضو، وهي استريحته من اول مرة وفعلا عرضت عليه الشرط بتاعها. ولكن عشان كان خاطر ان هو انسان كويس وشخص محترم، هو فعلا تقبل كلامها ووافقها عليه وحياها عليه كمان، ان هي يعني جزاها الله كل خير ان هي بتبر والدها في الكبر. وتم جوازهم على خير والحمد لله اتجوزت وكانت عايشة سعيدة. ومن تاني يوم جوازها على طول بعد الدخلة بيوم راحت لوالدها، ما ترددتش لحظة في ان هي تأخر او تتقاعس عن خدمته ولو يوم او بعد يوم دخلتها بيوم. وفعلا راحت خدمته وعملت اللي عليها وفضلت كل يوم تعمل كده. وكان جوزها ما كانش متضايق خالص، لا بالعكس كان مرحب بحاجة زي كده. جوزها كان بيشتغل خياط، كان عنده بيت ملك ساكن فيه، وفي نفس الوقت المحل بتاعه زي محل ترزي كده كان فتحه في نفس البيت. وطبعا جاء الوقت اللي هي حملت فيه او عرفت خبر ان هي حامل، وهنا كانت عرفت ان هي بقى حامل في توأم. وطبعا اثناء شهور الحمل هنا والدها قال لها يا بنتي اوعي تيجي انتي عشان خلاص تعبانه وعشان خاطر شايله وحامل، انا اللي هجيلك كل يوم اطمن عليكي بنفسي. وفعلا هي كان غصب عنها ان هي ما كانتش بتقدر تروح له في الفتره دي، وكان فعلا والدها بيسأل عليها. وطبعا عدت فتره الحمل وولدت، وطبعا خلفت الولدين التوأم، كانوا ولدين. وطبعا باباها فرح جدا، ولكن طبعا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. بعديها ما فيش فترة قصيرة وباباها اشتد عليه المرض وتوفى في خلال أيام من بعد ولدتها بفترة صغيرة جدا. طبعا حزنت جدا وحست ان هي خلاص لوحدها ملهاش حد في الدنيا، ولا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت. ولكن زوجها عشان هو كان يعني ابن أصل وكان طيب، كان هو اللي بيحتويها وهو اللي كان بيحسسها ان هو كل عيلتها وكل اللي ليها في الدنيا. وفعلا قدر يحتويها بحبه ليها وبمعاملته الحلوة ليها، وفعلا كانوا عايشين الحمد لله. ولكن برضو الحياة ما بتمشيش زي ما احنا عايزين، ولازم تيجي حاجة تغير كل حاجة. وهو كان قضاء الله. في يوم وزوجها وهو كان في الشارع عمل حادثة وتوفى في نفس اليوم. وهنا طبعا الحياة سودت في وشها وحست ان فعلا هي لوحدها، وبقت هي مسؤولة عن ولدين لازم تكون ليهم أب وأم. ولازم هنا طبعا تفكر ان هي تشتغل او تعمل اي حاجة، لان طبعا هي عمرها ما اشتغلت ولا عمرها نزلت سوق العمل خالص، كان من بيت ابوها على بيت زوجها.
لكن طبعا ساعة لما كانت لسه متجوزاه كانت على طول بتنزل مع زوجها كده، تقعد معاه تدردش معاه، تنزل له الأكل في المحل بتاعه الترزي اللي كان في نفس البيت. هنا جات لها فكرة ان هي تفتح المحل تاني، وخصوصا هي ما اشتغلتش الشغلانة، لكن كانت لما بتقعد معاه وبتشوفه هو بيعمل ايه اتعلمت حاجات كتير قوي بالنسبة للمحل، وقالت ان هي تجيب برضو حد يساعدها ويكون بيفهم في المهنة دي. وفعلا فتحت المحل وفضلت تحوش وفضلت تصرف على ولادها، وقررت ان هي لازم تحوش مبلغ عشان تقدر كمان ان هي تبني شقق لولادها في نفس البيت، ان هي تزود دور كمان وتبني شقتين للولاد. وفعلا ربنا كرمها جدا من واسع فضله وقدرها على تربيتهم احسن تربية، وان هي كمان تبني الشقتين اللي كانت عايزاهم لولادها. لما ولادها كبروا الحمد لله واشتد عودهم وخلاص خلصوا الكلية، قالت لهم انا نفسي بقى افرح بيكم. واحد منهم قال لها في واحدة زميلتي يا أمي أنا كنت معجب بيها وبحبها وهي كمان بتحبني وعايز أتجوزها. قالت له خلاص يا ابني طالما بتحبها وبتحبك توكل على الله. وفعلا راحوا تقدموا لها، ما ترددتش لحظة، راحوا تقدموا لها على طول، وشافتها وعجبتها وقالت شكلها يعني شكلها كويسة وبنت ناس وشكلها فعلا بتحبك قوي. وفعلا هنا تمت خطبتهم. وطبعا الأخ التاني لما شاف أختها أخت العروسة كان ليها أخت أصغر منها بسنتين، هنا الأخ التاني أعجب بأختها وطلب هو كمان إن هو يخطبها. وهنا طبعا تمت خطبة أخوه التاني كمان على أخت، يعني أصبحوا هما الاتنين خاطبين الأختين. وطبعا أمهم قالت لهم أنا كان ليا أمنية نفسي تحققوها لي، أنا كان نفسي إن انتوا الاتنين تتجوزوا في يوم واحد. طبعا هم كمان رحبوا بالفكرة، وكانت فكرة حلوة ان هما الاتنين يتجوزوا مع بعض في يوم واحد، وكمان توفير للتكاليف وكل ده، وكانوا يفرحوا يعني فرحة حلوة وسط امهم. فعلا تم الجواز وخلاص، ودخلوا هما الاتنين وعاشوا مع مراتاتهم في نفس البيت في الشقتين اللي هي كانت بنياها لهم. لكن طبعا بعد ما اتجوزت سرعان ما هما نسيوا امهم خالص، ومن ساعة لما اتجوزوا ما بقاش حد يسأل عليها ولا يخبط عليها ولا يشوفها عايزة ايه ولا يطمن عليها وعلى صحتها. وزي ما يكون العروستين دول او الاختين عملوا لهم غسيل مخ كده او خدوهم من امهم، ما بقاش في حد بيسأل عليها خالص. الموضوع ده كان مضايقها جدا وزعلانه قوي ان دي اخرة تربيتها، وفي الاخر ان هم رامينها كده او سايبينها من غير ما يسألوا عليها ولا حتى بيساعدوها بفلوس زي لما كانوا قعدوها من الشغل وبقوا هم بيصرفوا على البيت بعد ما اتخرجوا. قطعوا الموضوع ده وما بقاش حد يديها فلوس خالص، لدرجة ان الام قررت ان هي تفتح المحل بتاع زوجها وتشتغل فيه من تاني عشان توفر مصاريف علاجها وأدويتها وأكلها وشربها من غير ما تتحوج لحد، وخصوصا ان هم مش بيفكروا فيها بالمرة. الأم هنا كان طبعا ليها جارة كانت هي الوحيدة اللي بتتردد عليها وبتزورها من حين لآخر، وكمان الجارة دي كانت بتفهم في علم الروحانيات، وقالت لها أنا بصراحة من أول ما شفتهم وأنا قلبي ما استريح لهمش، وحاسة كده ان هم زي ما يكون عاملين عمل لولادك، ولادك مسخرين في ايديهم، هم اللي مسيطرين عليهم، وده واضح جدا من التعامل بتاعهم لان ولادك عمرهم ما كانوا بالاخلاق دي. طبعا الام طبعا دفعت عنهم وقالت لا طبعا انا عمري ما افكر في الكلام ده، يلا ربنا يهديهم. وطبعا بعد كده الام طول ما هي قاعده في البيت لاحظت ان الاختين اول لما جوازهم بيمشوا هما الاتنين بيلبسوا على اخر شياكة وينزلوا هما الاتنين مع بعض ويخرجوا بعد ما جوازتهم ما بيخرجوا على طول. وكان لبسهم بصراحة برضو مش حلو إلى حد ما وغير محتشم، كان ضيق كده وحاجات ملزقة، وكان المنظر مش ولا بد، كان اللي يشوفهم يقول عليهم ان هما ناس مش كويسين. فضلت طبعا ساكتة عليهم مرة واتنين وتلاتة لحد لما الموضوع زاد عن حده وموضوع الخروجات كتر قوي. هنا وقفت معاهم وقالت لهم خدوا بالكم انا ساكتة عليكم، لكن انا مش هفضل ساكتة كتير، ولو ما بطلتوش الخروجات الكتير دي اللي اكيد من ورا جوزك وورا جوزها انا هقول لولادي على اللي انتوا بتعملوه. هنا طبعا قرروا ان هم لازم يتخلصوا منها عشان هي اللي هتضيق عليهم كل حياتهم. راحوا قرروا ان هم يفتحوا ازواجهم في موضوع مهم جدا،
وهو ان احنا ايه رأيكم ان احنا يعني نتنطر كده نطرة كده او نتنقل نقلة تانية ويبقى معانا فلوس ونبيع البيت دوت. خلاص احنا ممكن نبيع البيت كله والفلوس بتاعته تتقسم علينا، جزء نجيب بيه شقة صغيرة كده كل واحد يعيش فيها، والجزء التاني نعمل بيه مشروع ونشتغل منه والفلوس هتجيب فلوس. لكن طبعا كانت المشكلة الوحيدة اللي قالها ابنها ان ماما هنوديها فين؟ طب ما هي ليها شقة. طبعا هنا الاختين قالوا له هي كمان تاخد نصيبها زينا وتجيب شقة برضو صغيرة تقعد فيها. طبعا الولاد وافقوا على طول وفرحوا قوي بالفكرة وقرروا ان هم ينفذوها. لما عرضوا الموضوع على امهم، الام للأسف ما وافقتش وقالت لهم اوعوا تفكروا ان انتوا تبيعوا في يوم من الايام البيت ده طول ما انا عايشه، استنوا لما اموت، واما اموت اعملوا اللي انتوا عايزينه. البيت ده فيه ذكرياتي اللي انا ملحقتش اعيشها حتى مع ابوك، الحاجه الوحيده اللي باقيالي من ريحته. لما ابقى اموت اعملوا اللي انتوا عايزينه. هنا البنتين فكروا ان هم لازم ينفذوا الموضوع ده باي شكل. قالوا طبعا للولاد او اللي هم جوازتهم، قالوا لهم لازم مامتكم هي اللي هتبقى موقفه لنا الموضوع، واحنا عايزين نشوف حياتنا ومستقبلنا، ومامتكم كده كده خلاص كلها يعني مفيش وقت قصير وخلاص هتقابل رب كريم. ايه رأيكم ان احنا نخلص منها بشكل طبيعي جدا؟ هي كده كده بتاخد علاج وبتتعالج من حاجة معينة، احنا مش هنعمل حاجة غير ان احنا نزود لها الجرعات اللي بتاخدها، وده يا اما انا واختي اللي هنعمله يا اما انت او اخوك اللي تعملوه. وفعلا الاخين للاسف او الولدين وافقوا ان هم يقتلوا امهم وان هم يحط لهم الدواء بالبطيء يزودوا الجرعات لحد لما تموت موتة طبيعية اثر الجرعة الزيادة اللي بتاخدها من الادوية. وطبعا يا حسرتاه يعني على ان الولدين وافقوا على حاجة زي كده وقرروا فعلا البنتين ان هم كل يوم ينزلوا يخبطوا بقى عليها ويقعدوا معاها. لكن الام ما كانتش مستريحة وكانت حاسة ان في حاجة مش طبيعية او ان هم ايه مش متعودين على غير العادة ان هم يسألوا عليها اصلا. لكن طبعا هي كانت حاسة ان الموضوع وراه حاجة. طبعا ساعتها الام قالت لهم شكرا انا مش عايزة خدمات منكم، انا بخدم نفسي بنفسي. لكن طبعا البنتين ما سكتوش وراحوا قالوا لجوازتهم ان انتوا اللي لازم بقى تنزلوا لها، انتوا كأنكم نازلين تطمنوا عليها. وبدأوا فعلا ينزلوا كل يوم لأمهم اللي هو كأنهم بيطمنوا عليها ويشوفوها محتاجة ايه من الأدوية ويدوها الدواء بنفسهم، وبقوا كل يوم يزودوا لها الجرعة اللي بتاخدها من الدواء لحد لما جه أمر الله وتوفت الأم فعلا. وهنا بدأت الجارة تظهر تاني. الجارة شكت في الموضوع مع ان الوفاة اتكتبت طبيعية واتدفنت وكانت الوفاة طبيعية جدا قدام الناس وقدام القانون وقدام اي حاجة. لكن هنا الجارة بدأت تربط الاحداث ببعض وبدأت طبعا من الحاجات اللي كانت بتحكيها عن مراتات ولادها بدأت تجمع الاحداث وجريت على اسم الشرطة وراحت شككت في الموتة او في الوفاة وقالت ان انا شاكة ان الوفاة غير طبيعية. وهنا بدأوا ان هم يعملوا التحريات اللازمة وفعلا استدعوا الزوجين والزوجتين البنتين. وطبعا بدأوا التحقيقات وطبعا دخلوا البنتين علشان خاطر ياخدوا أقوالهم. والضابط تصرف بدهاء وقرر ان هو يوقعهم كده في شر اعمالهم. واول لما دخلوا قالوا لهم انتوا كده شلتوا الليله كلها لان جوازتكم شايلوكوا الليله وقالوا ان انتوا اللي عملتوا كل حاجه فانتوا كده لبستوها. هنا البنتين طبعا ما سكتوش، فورا وقعوا بالكلام وقالوا لا ده هم اللي قالوا لنا نعمل كده وهم اللي قرروا وهم اللي خططوا وهم اللي كانوا بيحطوا لها الجرعه الزياده كل يوم بيدوها لها في الدواء. هنا عرفوا طبعا ان هم اللي قتلوا امهم وطبعا اتقبض عليهم واتحكم عليهم واتحبسوا. ده اللي احنا عايزين نقوله. استفادوا ايه؟ ان هم يقتلوا امهم اللي ربتهم وتعبت عليهم وشقيت عليهم علشان خاطر تربيهم وتطلعهم سند وظهر ليها، وفي الاخر ييجوا يسمعوا كلام زوجتين يبقوا عاملين زي الشياطين يعملوا لهم غسيل مخ عشان يحرضوهم على قتل امهم اللي عملت كل حاجه وضحت بعمرها عشانهم وضحت بكل حاجه علشان خاطرهم، ويبقى في الاخر ده الشكر ليها. ولا كنوز الدنيا ولا مال الدنيا يعوض حضن ام ويعوض رضاها عنه، ولا دنيا
ولا جنة. وطبعا دي كانت حكاية النهاردة. هستنى تعليقاتكم، ولو حابين تبعتولي أي مشكلة ابعتوها لي على الخاص، وإن شاء الله هنعرضها على حسب أولوية المشكلة. ولو انت أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا متابعة، وتعملوا متابعة برضو على اليوتيوب، واستنوني كل يوم في حكاية جديدة أو مشكلة جديدة. حكايات من القلب، مي علي.